بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شباب، إن شاء الله الفيديو ده هيكون لطلبة أولى ثانوي. هيكون في حلول أسئلة كتاب الامتحان على الدرس الثالث، الكميات القياسية والكميات المتجهة. فالناس تركز معايا كده، وبإذن الله زي بعد ما نخلص الفيديو بتاعنا هتلاقيني في الكومنتات على الفيديو على جروب الفيس، هتلاقيني منزل لك الصور بتاعه الأسئلة كلها للناس اللي معاش كتاب الامتحان كمان. فتجيب الصور حضرتك تنزلها وتسيفها عندك على الموبايل بتاعك، وتبدأ تفتح الصور من على التليفون وانت بتسمع الفيديو بتاعي. خلاص، تبص على الصورة وتبص على الفيديو وتبدأ تتابع وتعرف كل الأفكار اللي أنا هشرحها لك دلوقتي، أو أشكال المسائل اللي أنا هشرحها لك دلوقتي إن شاء الله. صلى على الحبيب كده معايا، يلا ويلا نبدأ. في السؤال رقم 1 بيقول: أي من الجمل التالية يعبر عن كمية أساسية قياسية؟ الراجل هنا طالب منك حاجتين: أساسية وقياسية. تعال نبص في الاختيارات كده ونشوف مين اللي بينطبق عليه إنه يكون أساسي وقياسي في نفس الوقت. كمية أساسية يعني كمية من الكميات الثلاثة الأساسيين: كتلة، طول، زمن. وقياسي يعني كمية ذات قيمة فقط دون اتجاه، ده معنى كلمة قياسي. فلما اجي اقول لك وزن، لا، الوزن ليه اتجاه، فبالتالي هو كميه متجهه مش قياسيه. تتحرك فتاه ازاحه، الازاحه دي كميه متجهه برضو، لا مش هينفع. طاقه حركه سياره بيقول لي 500 جول، ومديني كمان كتله قطعه حديد، كتله قطعه حديد. مبدئيا كده طاقه الحركه هي كميه قياسيه. الطاقة بتاعة الحركة تقول لي هي قياسية ولا اتجاهية؟ تقول لي والله الطاقة بيساوي نص في الام في الفي تربيع، في سرعة عندي. لا، يبقى أنا كده بتكلم على كمية برضو كمية اتجاهية. لما نيجي نتكلم على كتلة قطعة حديد، ودي آخر اختيار عندي، تقول لي أيوه بالظبط الكتلة. فلما نيجي نبص على الكتلة، هي كمية أساسية وكمية قياسية في نفس الوقت، علشان كده أقول له ده الاختيار بتاعي. 2 من أمثلة الكميات الأساسية المتجهة. بعد كده قال لي أنا عايزك تقول لي أساسية بس مش قياسية، أساسية ومتجهة في نفس الوقت. بيقول القوى المؤثرة على جسم يتحرك شرقا، دي كمية أساسية متجهة، تقول لي لا، القوة مش كمية أساسية. العجلة المؤثرة، تقول لي العجلة برضو مش أساسية. طب كتلة جسم ساكن، الكتلة كمية أساسية ولكن مش قياسية، مش متجهة، وهو بيسألني على متجهة. خلاص، آخر حاجة بيقول إزاحة جسم متحرك، تقول لي أيوه الإزاحة معايا. الإزاحة هي اللي بتمثل كمية أساسية وبتمثل كمية متجهة. أساسية لأن الإزاحة عندي ليها طول، والطول كمية أساسية. ومتجهة فإذا الإزاحة لها إيه؟ لها اتجاه. يبقى لما جيت قلت لك كمية أساسية قياسية، تفهم أنت على طول إن الراجل عايز ينطبق الخاصيتين على الكمية الفيزيائية اللي أنت هتختارها، تكون أساسية من الثلاث كميات بتوعنا، وتكون كمان قياسية يعني لها مقدار فقط دون الاتجاه. وأساسية متجهة نفس الكلام بس بشكل عكسي. أساسية تقول لي هي كمية من الثلاثة: طول، كتلة، زمن. بس هنا طالب مش بيقول لي قياسية، لا ده بيقول لي متجهة يعني ليها اتجاه، وده بيكون الإزاحة. طيب إيه كمان؟ بيقول أي من الجمل التالية يعبر عن كمية مشتقة متجهة. مشتقة متجهة، دول الصفتين اللي انت هتختارهم المفروض منطبقين على اختيار من الأربعة اللي هم مديهم لك في الاختيارات. طب درجة الحرارة، تقول لي درجة الحرارة مشتقة ولا أساسية؟ تقول لي أساسية، مش مشتقة ولا حاجة. إزاحة جسم متحرك، الإزاحة مشتقة؟ تقول لي لا مش مشتقة. يبقى هو الراجل مديني صفتين، لازم الكمية اللي أنا أختارها لو واخدة مشتقة بس ومش متجهة ما تنفعنيش، لازم الكمية أو الاختيار اللي أنا أختاره يكون بينطبق عليه الصفتين دول، مشتقة ومتجهة. السرعة التي يتحرك بها الجسم، تقول لي السرعة مشتقة ومتجهة، أيوة فعلا ده الاختيار اللي يكون الإيه الصح بتاعي. بعد كده رقم 4 بيقول: صعد فأر على حائط مسافة 4 متر ليبحث عن غذائه، ثم عاد إلى نقطة بدايته إلى الأرض. أنا معايا فار طلع على سور، طلع على حيطة، طلع على أي مكان أيا كان هو إيه، وبدأ خد ارتفاع 5 متر،
يبقى ده كان بداية الحركة بتاعته. وبيقول لك بعد كده راح الراجل خد غذائه وخد أكله ورجع تاني لنفس الموضع. يبقى دي الديسبليسمنت أو الإزاحة هنا الكلية بتساوي إيه؟ بتساوي زيرو. لأن موضع البداية هو موضع النهاية، فتلاقي الموضعين منطبقين على بعض. علشان كده بنقول إن الإزاحة الكلية هنا للجسم بتساوي زيرو. بعد كده بيقول رسم لي أكتر من حالة، وبيقول أي من الحالات الآتية تكون قيمة إزاحة الجسم أكبر ما يمكن. مدي لك 4 أشكال هنا. بيقول أنا معايا دي إزاحة ب3 متر، ودي إزاحة ب5 متر، ومديني إزاحة هنا ب3 متر، وإزاحة هنا ب4 متر. دي الاختيارات اللي هو قايلها. ومديني هنا إزاحة ب7 متر، وهنا إزاحة ب2 متر. وبيسأل بيقول أي الحالات الآتية تكون قيمة إزاحة الجسم أكبر ما يمكن. يعني أروح أحسب الإزاحة الكلية هنا وهنا وهنا، وأشوف ناتج الإزاحة مين في أنهي حالة من الحالات اللي قدامك دول تكون أكبر ما يمكن. فمبدئيا كده أروح أحسب الإزاحة الكلية. يلا، هنا معايا إزاحة في اتجاه الشرق ب5، وإزاحة في اتجاه الغرب ب3، تبقى الإزاحة الكلية ب2 في اتجاه الشرق. طب هنا معايا قوتين أو متجهين متعامدين، تبقى دي قيمة المحصلة بتاعتي. نروح نجيبها من فيثاغورس. 3 تربيع زائد 4 تربيع فيروح يديني 5. يبقى دي قيمة الإزاحة ب5، وهنا قيمة الإزاحة الكلية ب2. طب هنا الإزاحة الكلية ب7. طب هنا إزاحة ب2. مين أكبرهم؟ تقول لي أكبرهم الإزاحة اللي بالشكل ده، اللي هي قيمتها بكام؟ ب7. بعد كده بيقول أنا عندي جسم قطع إزاحة مقدارها 250 شرقا. أهو قطعة 250 شرقا، 250 متر، ثم عاد 100 متر غربا، رجع ووقف لغاية هنا كده وخد 100 متر غربا كما بالشكل. مبدئيا خد بالك إن ده موضع البداية للحركة، وده موضع النهاية للحركة. يعني هو بدأ من هنا وانتهى هنا. أنا عايزك تقول المسافة التي قطعها الجسم. المسافة اللي قطعها الجسم عندي، إحنا كنا بنقول إن المسافة هي طول المسار اللي بيقطعه الجسم طول ما هو بيتحرك. أي مسافة بياخدها الجسم بيتحركها بجمعها، دي اسمها مسافة. وإحنا قلنا قبل كده الفرق ما بين المسافة والإزاحة. الجسم يبدأ من البداية حتى هنا الموضع ده لغاية ما يقف، خد 250 ورجع تاني خد 100، يبقى الاكس معايا بتساوي 350 متر. دي كده المسافة الكلية. طيب أنا عايز الإزاحة بقى. الإزاحة كنا بنقول علشان نحسب الإزاحة بنعمل إيه؟ تروح تحدد لي موضع البداية، أدا موضع البداية، وتحدد لي موضع النهاية، وتروح تطلع بخط مستقيم مرسوم بداية الحركة بتاعته من البداية ورايح لغاية النهاية. طول الخط المستقيم ده هو ده اللي بيمثل الدي أو الإزاحة. طيب الراجل خد البعد ده كله ب 250 ورجع 100، يبقى البعد المتبقي قد ايه؟ تقول لي ال 300 ال 250 كلها ناقص ال 100 يروح يديني دي 150 متر. طب اتجاهها فين؟ اتجاهها شرقا. لان انا لما قلت لك عشان تحسب ازاحه لازم اروح ابدا من موضع البدايه واتحرك حتى الوصول الى موضع النهايه، وانا بتحرك من البدايه رايح للنهايه شوف نفسك كنت واخد انهي اتجاه. فالنهايه هنا وده البدايه هنا، عشان اتحرك من البدايه واروح للنهايه السهم بتاعي كان واخد اتجاه الايه؟ اتجاه الشرق. علشان كده بنقول دي قيمه الازاحه. طيب بعد كده بيقول في الشكل الموضح الراجل مدي لك منحنى طريق منحني بالشكل ده كده، وبيقول انا معايا عربيه متحركه في الطريق المنحني. في الشكل الموضح سياره تتحرك في طريق منحني، فاذا كانت الازاحه الكليه اللي خدها الجسم ده من اول ما بدا الطريق لغايه نهايته، الازاحه الكليه ب 2 كيلو متر، فان المسافه التي تحركتها السياره من الممكن ان تكون، الراجل بيسال على اكس هنا المسافه، تبص في الاختيارات كاتب لي فيها يا ترى 3000 متر ولا 2 كيلو متر ولا 1.5 كيلو متر ولا 2.7 متر. مبدئيا كده دي الازاحه معايا 2 كيلو، يعني مبدئيا كده دي 2000 متر.
لما تيجي تبص على الاختيارات اختار رقم اكبر من ال 2000 وقول له هو ده المسافه اللي هي كام؟ 3000 متر. تقول لي اشمعنى؟ اصل لو الجسم بيتحرك في مسار منحني يا شباب، اهو مسار منحني، ده موضع البدايه وده موضع النهايه للجسم اللي بيتحرك على المسار المنحني اللي رسمه لك ده. لما تيجي تبص للازاحه اهي، الازاحه اهي اقصر خط مستقيم مبتدئا من البدايه حتى يصل الى النهايه، ده طول الازاحه. انما بص المسافه طول المسار ده كله. يبقى لو معايا جسم بيتحرك في مسار منحني دائما وابدا طول المسافه اللي قطعها الجسم دايما اكبر من الايه؟ اكبر من قيمه الازاحه. الحاله دي امتى؟ لو الجسم بيتحرك في خط منحني فقط لا غير. انما لو الجسم بيتحرك في خط مستقيم ده معناه ان المسافه اللي هي اكس بتساوي الايه؟ بتساوي الازاحه. بعد كده في رقم 8 بيقول رسم لك حاجه بالشكل ده كده، علاقه بيانيه. الخط الافقي ده او المحور الافقي بيمثل الزمن، والمحور الرأسي ده بيمثل الازاحه بالمتر او المسافه. هنا بيقول يمثل الرسم المقابل العلاقه البيانيه بين الازاحه والزمن. بيقول المحور ده بيمثل الازاحه والمحور ده بيمثل الزمن، والراجل راسم لك حاجه بالشكل ده كده. تمام؟ خليني بس عشان ارسم لك الكلام ده بالظبط اهو. وده بيمثل الزمن، والراجل مديني قيم هنا للزمن. الزمن ده ب2 والزمن ده ب4 وده ب6 وده ب8 ثانية وده كده ب10 ثواني. تمام؟ طيب خلوكم معايا كده. طيب يلا نرجع مع بعض كده. فكنا بنقول ايه بقى؟ كنا بنقول ان الراجل مديني علاقة بيانية او رسم بياني بالشكل اللي انت شايفه ده، ومديني قيم للإزاحات. بيقول الإزاحة هنا كانت ب0، الإزاحة هنا كانت ب4، الإزاحة هنا كانت ب8، هنا دي ب12 ودي كده ب16 متر. أنت عايز إيه؟ يمثل الرسم المقابل العلاقة البيانية بين الإزاحة والزمن لجسم يتحرك في خط مستقيم. ما المسافة الكلية التي قطعها الجسم خلال ال10 ثواني؟ أنا عايزك تقول لي بناء على اللي أنت هتفهمه من الرسم اللي قدامك ده، قول لي الجسم في 10 ثواني يعني من أول الصفر لغاية هنا الجسم قطع مسافة قد إيه بالظبط؟ بص يا سيدي، مبدئيا كده لما تيجي تبص على من 0 لغاية زمن 4 ثواني من هنا لغاية هنا الراجل كان قطع مسافة قيمتها 8 متر. إزاحة أهي. لما الزمن كان ب4 كانت الإزاحة بكام؟ ب8. يبقى مبدئيا كده أدي أول مسافة. يبقى المسافة كانت ب8. من الزمن 4 لغاية الزمن 6 الجسم كان واقف. ليه كان واقف؟ تقول لي أصل الزمن من هنا من 4 وأنا ماشي لغاية 6 الزمن عمال يمر. 4 4.5 بقت 5 بقت 6 الزمن ماشي، والمسافة هي لسه ب8 اللي قطعها الجسم. ده معناه إن المسافة دي كلها كان الجسم إيه؟ كان الجسم واقف. وبعد كده بدأ الجسم من أول الثانية السادسة لغاية الثانية 8 الجسم قطع معايا من 8 لغاية الموضع ده، من 8 لغاية 16 يعني خد من هنا لغاية هنا كان واخد مسافة قيمتها 8 متر. وبعد كده من الموضع ده لغاية الموضع ده رجع خد ال8 تاني. يبقى كده المسافة اللي خدها 8 زائد 8 ب16، 16 و8 فيروح يديني 4 وإيه؟ 24 متر. خلاص يا شباب؟ يبقى هنا خد 8 زائد 16
يروح يديني 24 متر. تاني؟ لا مش هقول لك تاني، رجع انت الفيديو وشوف الكلام ده تاني، مش هنعيد تاني بقى خلاص. ولا اقول لك تعالى اعيد لك بس بطريقه تانيه، يلا عشان خاطر انت حبيبي. بس بص كده معايا، انا بقول لك هنا عند موضع الزيرو، وده بيمثل الزمن وده بيمثل الازاحه، او سوري بيمثل الازاحه اللي خدها الجسم. هو عايز مسافه يعني، تمام. وبما ان الراجل بيتحرك في خط مستقيم، فاحنا قلنا ان المسافات تساوي الازاحات لما الجسم يتحرك في خط مستقيم. المهم يا سيدي، فمن زمن صفر، زمن واحد اتنين، لغايه ما وصلت ان الساعه بتاعتي ببص فيها عدى 4 ثواني، كان الجسم وببص كده لقيته واخد مسافه قد ايه؟ 8 متر او ازاحه 8 متر. بعد كده فضل الزمن يمر والجسم واقف واقف واقف. تقول لي ليه فضلت طول واقف في الحته دي كلها؟ يا فندم اصل الزمن بيمر اهو، الزمن بيمر بس نفس المسافه هي ب8، فده معناه ان الجسم ما اتحركش، ده لسه واقف. وبعد كده من زمن 6 ثواني لغايه 10 ثواني، من زمن 6 ثواني حتى 8 ثواني الجسم اتحرك من الموضع ده لغايه الموضع ده. دي علاقة بيانية بتمثل حركة الجسم. فالموضع ده كان الجسم قطع 8 متر، وفي الموضع ده كان الجسم قطع 16 متر. يبقى من هنا لغاية هنا قطع قد ايه؟ تقول لي 16 ناقص 8 يديني 8 متر. ال 8 متر اللي خدهم يروح يرجعهم تاني، يبقى المسافة الكلية 8 زائد 8 زائد المسافة اللي خدها من هنا لغاية هنا اللي هي بتساوي 8. يبقى 8 زائد 8 زائد 8 يروح يديني 24 ايه؟ 24 متر. ايه كمان؟ 9 بيقول يتحرك جسم على محيط دائرة نصف قطرها باي. معايا دايرة اهي، معايا دايرة بالشكل ده كده، ومعايا جسم بيتحرك على المحيط بتاعها. نصف قطرها، نصف القطر بيساوي باي. فعندما يقطع الجسم 75% من الدورة تكون الإزاحة. يعني لما يقول لي لما الجسم يقطع معايا 3/4 دورة، يعني تعال نقول إن الجسم هيبدأ الحركة من هنا 3/4 دورة، يعني الجسم يكون واقف فين؟ يكون واقف هنا. ده موضع البداية وآدي موضع النهاية. فبيقول فعندما يقطع الجسم 3/4 أو 75% من الدورة تكون الإزاحة، وبيسأل على الإزاحة. مبدئيا كده يا شباب قلنا ده المركز، ده موضع البداية وده موضع النهاية. يبقى فين الإزاحة؟ آدي الإزاحة أهي. أبعد أو أقصر خط مستقيم مبتدئا من موضع البداية واصلا إلى موضع النهاية. لما تيجي تجيب لي قيمة الإزاحة دي أو قيمة الازاحه الكليه اللي هو طالبها بعد ما الجسم يقطع 3/4 دوره، قلناها قبل كده. لما يقطع 3/4 دوره تقول لي ما هو الطول ده انت عايز تجيبه، فبالتالي هتلاقي الطول ده هو وتر في مثلث قائم الزاويه اللي هي الانصاف الاقطار، ده قيمته باي وده قيمته باي. يبقى مبدئيا كده قيمه الازاحه عباره عن باي تربيع زائد باي تربيع، يديني جذر 2 باي تربيع، يعني جذر 2 في الايه؟ في الباي. لان جذر 2 ب2 وجذر الباي تربيع بالباي، علشان كده كتبتها جذر 2 باي، والباي بره الايه؟ بره الجذر. خلاص يا شباب، يبقى كده جذر 2 في الباي. 10 بيقول يدور جسم على محيط دائرة نصف قطرها R، فإن إزاحته عندما يكمل دورتين. لو جسم بدأ من هنا وخد دورتين تقول لي إن شاء الله حتى ياخد 1000 دورة، المهم إن الجسم موضع بدايته هو موضع نهايته، يبقى قيمة الإزاحة الكلية بتساوي إيه؟ بتساوي 0. بيقول مقدار إزاحة جسم يتحرك حول محيط دائرة خلال ربع دورة بيساوي نقط مقدار إزاحته خلال 3/4 دورة. أقول الاتنين متساويين. الجسم معايا هنا لو بصيت معايا كده اهو، الازاحه اللي بياخدها الجسم خلال ربع دوره، يعني الجسم هنا والجسم الثاني هنا، او نقطه البدايه هنا عند ايه والنهايه عند بي اهو. دي الازاحه بتجيبها كنت بتعمل ايه؟ تقول لي ادم مثلث قائم. نفس الازاحه دي هي نفس قيمتها لو انا قلت لك الجسم خد 3/4 دوره، هيبقى برضه هو طول وتر موجود في مثلث قائم الايه؟
قائم الزاوية. فإذا هقول لك الإزاحة في ربع دورة تساوي الإزاحة في 3/4 دورة. بعد كده رقم 12، يدور جسم على محيط دائرة نصف قطرها R، فتكون النسبة بين المسافة التي يقطعها وإزاحته خلال نصف دورة. هو هنا بيسألني على، طبعا بيقول المسار نصف القطر بتاعه R. يدور جسم على محيط دائرة نصف قطرها R، فتكون النسبة بين المسافة التي يقطعها وإزاحته خلال نصف دورة. مبدئيا المسافة اللي هيقطعها الجسم خلال نصف دورة يعني نص في المحيط، نص 2 باي R، على الإزاحة بتاعته 2 R، لأن الإزاحة خلال نص دورة هيبدأ من موضع A حتى موضع B. الإزاحة عبارة عن القطر كله، أهو الخط المستقيم ده مبتدئا من موضع البداية رايح لموضع النهاية. مبدئيا يلا معايا، معلش بس الشبكة عندي عمالة تقطع في الريكورد أو في التسجيل، فأعتقد كده كده التسجيل تمام شغال. يلا يا سيدي نرجع نكمل. تمام. فكنا بنقول هنا، بيقول لي إن الجسم بيدور على محيط دائرة نصف قطرها R، فتكون النسبة بين المسافة اللي قطعها الجسم وإزاحته خلال إيه؟ نص دورة. يعني أنا معايا الجسم كده وهيبدأ يتحرك من A ويوصل لغاية B، هيقطع معايا نص دورة. فهو بيسألني بيقول لي النسبة ما بين المسافة على الإزاحة. مبدئيا المسافة هي عبارة عن نص المحيط، الاتنين باي R، على الإزاحة بتاعته بتمثل 2 R، اللي هي نصف القطر ده زائد نصف القطر ده. خلاص، مبدئيا الاتنين تروح مع النص يديني 1، خلاص، والآر يروح مع الآر يتبقى معايا باي على إيه؟ باي على الاتنين. بعد كده في رقم 13 بيقول يتحرك جسم في مسار دائري، والشكل المقابل يمثل العلاقة البينية بين الإزاحة دي التي يصنعها الجسم من نقطة على مسار والمسافة التي يقطعها اس. بص كده معايا، الراجل مدي لك علاقة بيانية بالشكل ده كده، بيقول لي ده بيمثل الاس بوحدة المتر، وده بيمثل الدي برضو بوحدة المتر، الإزاحة والمسافة، والراجل راسم لك حاجة بالشكل ده كده، وبيقول لك ده كان الصفر، ده باي على الاتنين، ده باي، ده 3 باي على الاتنين، وأخيرا دي 2 باي. فالراجل بيسألك فبيقول لك يكون نصف قطر المسار الدائري، هو عايزك تقول لي ار. مبدئيا العلاقة أو المنحنى اللي مرسوم ده هو منحنى بيربط ما بين حاجتين، ما بين الإزاحة اللي بياخدها الجسم وما بين المسافة اللي بياخدها الجسم. فلما هنا الجسم كان لسه ساكن، هنا الجسم كانت المسافة بتاعته باي على الاتنين، كانت الإزاحة بتاعته بالشكل ده، النقطة اللي انت شايفها دي. هنا الباي كانت الجسم قطع مسافة اسمها باي، كان الجسم كان واخد إزاحة هنا، وهكذا. وانت ماشي تلاحظ ايه من الشكل اللي قدامك؟ تلاحظ ان الجسم موضع بدايته كانت صفر وموضع نهايته كانت صفر. ده معناه ايه؟ معناه ان الجسم قطع دورة كاملة. دورة ايه؟ كاملة. طب والمسافة اللي قطعها خلال دورة كاملة بكام؟ ب2 باي. مبدئيا انت عارف ان المسافة اللي هياخدها الجسم على مسار دائري علشان ياخد المحيط بتاع الدايرة كله، المسافة عبارة عن 2 باي ار، وهو هنا بيقول لي ان المسافة الكلية اللي خدها الجسم ب2 باي، فال2 باي تروح مع ال2 باي يتبقى معايا الار بتساوي 1 ايه؟ 1 متر. هو ده نصف القطر اللي هو طالبه منك. بعد كده بيقول انا معايا جسم اتحرك بالشكل ده، خد 1 متر، ده موضع البداية، وبعد كده خليني ارسمها لك بشكل اوضح شوية او شكل الطف واظرف. تمام. مبدئيا كده ده موضع البداية،
وده موضع النهاية. بيقول معايا جسم بدأ يتحرك، هنا خد 1 متر، يتحرك من البداية اهو، بدأ يتحرك على الخط أو المسار اللي قدام حضرتك ده، وبعد كده هنا خد كمان 3 متر. يبقى ده موضع النهاية وده موضع البداية. إذا تحرك الجسم في المسار الموضح بالشكل، فإن قيمة المسافة والإزاحة التي قطعها على ترتيب. أنا عايزك تقولي المسافة والإزاحة. مبدئيا المسافة، امشي مع الجسم وجمع كل المسافات اللي بيقطعها. يبقى ده 1 زائد 3 4 زائد 3 يديني كام؟ 7. يبقى مبدئيا كده قيمة المسافة بتساوي 7 متر. تاني حاجة عايز أعرف الإزاحة. الإزاحة أهي الإزاحة، الخط المستقيم من موضع البداية لغاية موضع النهاية. ده كده بالنسبة للإيه؟ ادي الازاحه اللي انا عايزها. يبقى انا دلوقتي عايز اعرف طول ايه؟ عايز اعرف طول الخط المستقيم ده اللي بادئ من النهايه ورايح لغايه، اللي بادئ من البدايه ورايح لغايه النهايه. تمام؟ يلا معايا كده. يبقى انا عايز اعرف الطول او البعد من موضع البدايه حتى موضع النهايه. طب اعرف ده ازاي؟ مبدئيا كده يا شباب، على الشكل اللي قدامك ده تقول لي ده انا معايا كده مثلثين، فالمفروض احسب الجزء ده لوحده واحسب الجزء ده لوحده واروح اجمع الطولين مع بعض. بس ده انت مش هتعرف تعمله. ليه؟ لان انت معاك البعد ده كله ب3، فانت ما تعرفش الخط ده قاسم الخط المستقيم ده البعد ده قد ايه ده، والبعد ده قد ايه، فانت مش هتعرف تعمل ده. علشان كده فاكر الخاصيه اللي انا كنت دايما بقولها لكم؟ كنت بقول لكم دايما ان انا معايا خاصيه اقدر انقل اي متجه من اي موضع الى ايه؟ موضع اخر. مبدئيا كده ده متجه وده متجه، فايه رايكم لو خدت المتجه ده ورحت نقلته ورجعته ورا شويه دون تغيير قيمته او اتجاهه؟ تقول لي انا اقدر عادي جدا انقل اي متجه من موضعه الى موضع اخر، بس بشرط لا غير قيمته ولا غير اتجاهه. خلاص يا سيدي اهو، ادي المتجه اهو، هننقله بس نرجعه ورا شويه كده اهو. والمتجه اللي قدامك ده اللي هو 1 متر، روح شيله وانقله هو كمان، وانقله هنا. بس خلاص كده انت خلصت الدنيا خالص والله. اهو يا سيدي، وشيل ده خالص كده. انت عملت ايه؟ تقول لي انا ليا الحق ان انا انقل اي متجه من اي موضع الى اخر، بس بشرط لا غير قيمته ولا غير اتجاهه. كده حضرتك عملت ايه؟ تقول لي انا كده كل اللي عملته ان انا كونت شكل مناسب وملائم ليا، اللي هو مثلث قائم الزاويه، اقدر احسب عن طريقه قيمه الازاحه. فتلاقي ده كان ب1 متر ازاحه ودي ب3 متر، يبقى مجموعهم كله يديني ازاحه ب4 متر. وده كان ب3 متر، يبقى ده بكام؟ تقول لي ده ب5 متر. خلاص شكرا، من فيثاغورس. يبقى المسافه ب7 والازاحه بكام؟ ب5. خلاص. هنقف لغايه هنا ان شاء الله، والفيديو اللي جاي هينزل ان شاء الله بسرعه، ممكن النهارده او بكره بالكتير خالص باذن الله. هكمل لكم فيه، هو زي 36 نقطه او 36 سؤال في كتاب الامتحان على الكميات القياسيه والمتجهه. انا وصلت معاكم كده لغايه السؤال رقم 14. النص اللي باقي ان شاء الله هجمعهم لكم في فيديو تاني، وهينزل خلال النهارده او بكره. النهارده صعب بصراحه لان انا فصلت وجبت اخري والله. فانا زي ما قلت لكم انا دايما بسجل لكم بعد ما بخلص شغل، يعني دايما بيكون قبل الفجر. فان شاء الله بكره هنزل لكم الفيديو الثاني، وبقى قفلت لكم الدرس الثالث، هنبدا احنا خلاص هنبدا في الدرس الرابع في السنتر اهو. بمجرد ما يخلص الدرس الرابع شرحه هتلاقيني بحل لك اسئله المذكره كلها في السنتر. انا يهمني اهم حاجه عندي بالنسبه لي مسائل وافكار المذكره، لان افكار كويسه جدا ومجمع فيها كل الامتحانات اللي فاتت، سواء امتحانات ازهر او ثانوي او ايا كان. فانا مجمع لك افكار كويسه جدا في المذكره ان شاء الله، هحلها معاك بالكامل في السنتر. وموضوع الفيديوهات ده هو شيء اضافي بس لحضرتك علشان تبقى انت مطمن، ويبقى انا كمان قلبي مطمن عليك انك انت بتحل كتير وبتشتغل كتير. ربنا يوفقكم إن شاء الله، وأشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي بمشيئة الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.